صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في episode 1 من randomly by me your host هبة طه. الأول كده حابة أشكر كل الناس اللي عملت شير أو عملت comments على الابيسود الأولانية اللي هي كانت التريلر أو بداية البودكاست بتاعي. بجد يا جماعة كلامكم شجعني جدا وأنا ممتنة ليه بجد عشان فرق معايا قوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وانتوا بتسمعوني. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا وبنعيش عمرنا كله بندور عليها، فاعملوا كوباية قهوة أو كوباية شاي حلوة زي دي ويلا بينا نتكلم سوا عن النجاح. مبدئيا كده لو سألتكم ايه تعريفكم للنجاح أو ايه صورة الشخص الناجح بالنسبة لكم، في كتير مننا ممكن يتشابه في نفس الصورة أو في نفس المعنى للنجاح بالنسبة له، وده بطبيعة تشابه تجاربنا الإنسانية. بس الأصل إن احنا كل واحد فينا هيبقى عنده صورة وتعريف معين لنجاح مختلف عن التاني. وده يا جماعة لأن النجاح حاجة فردية تماما، بتختلف من شخص للتاني. عمرها ما كانت حاجة ليها كتالوج أو حاجة ثابتة، لو عملناها نبقى ناجحين، لو ما عملناهاش يبقى لأ. كنت في مرة بتفرج على فيديو لرجل أعمال، يعني كان لقاء معاه، والمفروض ان الشخص ده كان بيحكي قصته وان هو كان الاول شغال شغل ثابت في شركة ما، بس قرر ان هو يسيبه ويفتح البزنس الخاص بيه، وبعد تجارب وفشل كتير المهم انه في الاخر نجح وكده. وده تمام جدا، هو عمل الحاجة اللي هو نفسه فيها ونجح فيها، برافو. بس اللي لفت نظري ان هو بيتكلم كان بيقول ان هو لما رجع زار الشركة اللي هو كان شغال فيها في الاول، قابل زميله اللي كان شغال معاه وقتها في نفس الشركة، وقال له انت لسه قاعد هنا؟ وايه اللي مقعدك هنا كل ده؟ وروح واخرج واعمل البيزنس الخاص بيك وانجح يعني. وانا وقفت الفيديو اللحظة كده وبعدين حسيت اللي هو انا هفترض حسن نيتك اوكي، بس مين قالك ان هو اصلا عاوز كده؟ مين قالك اصلا ان انت كده انجح منه؟ ساعات المجتمع والسوشيال ميديا بيحصروا النجاح في حاجات مادية بحتة، وساعات برضو بيوجهونا ان احنا نعمل حاجات بناء على تعريفهم للنجاح. ونشوف ده وشوفناه كتير من اول كليات المعينة اللي لو دخلناها نبقى ناجحين، لو لأ يبقى لأ، مرورا بالإيرا بتاعة انه نسيب الشغل الثابت بتاعنا وناخد الريسك في ان احنا نعمل بيزنس خاص بينا، لغاية ما نوصل للسترونج اندبندنت وومن والصورة اللي المجتمع حاصرها فيها. وده بيعمل عندنا نوع من الستريس او الضغط حتى بدون وعي مننا. احنا بنبقى بنجري عشان نحقق حاجة معينة، احنا ممكن نكون من جوانا اصلا مش عاوزينها، بس بنعمل كده عشان نبقى في مفهوم او في نظر المجتمع والناس ناجحين. عشان كده مهم نقف ونسأل نفسنا، هو انا بعمل ده ليه؟ هو انا بجد عاوز ده؟ هو ايه تعريف النجاح بالنسبة لي؟ ونختار بوعي، نختار الحاجة اللي مناسبة لينا والاهتماماتنا والقيمنا ومبادئنا في الحياة. نختار الحاجة اللي بتحقق لنا ذاتنا او بتحسسنا بالفولفيلمنت او الاشباع او ان انا مشبع يعني، او بتحسسنا ان انا بنجز حاجة او بحقق الغرض من حياتي. او ممكن كمان اختار الحاجة اللي بتحقق لي الاشباع المادي او اللايف ستايل المعين اللي انا نفسي فيه، لان دي مثلا فاليو مهمة بالنسبة لي في حياتي، او عشان عندي مسؤوليات تانية، ولان الحياة مش دايما بتكون منصفة انها تجمع لك ان الحاجة اللي انت بتحبها ونفسك فيها تكون هي الحاجة اللي بتأكلك عيش عادي جدا. بس الفكرة ان انت لما تبقى عارف اسبابك وتبقى عارف انت بتختار ده ليه وبناء على ايه، بتبقى عارف الدوافع اللي هتخليك تكمل، وبتبقى عارف تظبط دفة حياتك. بمعنى مثلا لو انا شخص اخترت الحاجة اللي بتحقق لي الاشباع المادي، فانا هبقى انا بعمل ده وانا عارف انا بعمله ليه، لغاية ما ان شاء الله ابقى مستقر ماديا كفاية اني اعمل الحاجة اللي بتحقق لي ان انا اتبسط فيها وانا بعملها مثلا. ولغاية ما اوصل لده هبقى بعمل حاجات اوريدي بملى نفسي بيها، عشان بعد فترة ما احسش ان انا فاضي، او ان انا عشت عمري كله بحاول انجز او احقق حاجات مادية بحتة، واللي هي في اغلب الاوقات ممكن تكون السعادة بتاعتها مؤقتة. فمهم دايما تبقى بتختار بوعي وتتحمل مسؤولية اختيارك. وبمناسبة الاختيار يا جماعة اختار غلط، واتعلم واعرف نفسك اكتر، وارجع اختار حاجة تاني واسعى تاني. النجاح هو مش حاجة معينة أو حالة معينة توصل لها، قد ما هي process بتفضل تشتغل عليها طول الوقت.
الشخص اللي اختار يكمل في شغله الثابت عادي عشان هو عاوز ده ناجح، والست أو البنت اللي اختارت تعمل كارير وتشتغل مش أنجح من البنت اللي قررت إنها هتخلي كل اهتماماتها لبيتها وأسرتها عشان هي عاوزة كده. وهي بالمناسبة strong independent woman عادي، لأنه ال independency مش بس ماديات وفلوس، والعكس برضو هي مش أحسن أو أنجح من البنت اللي قررت تشتغل عشان تحقق ذاتها. الخلاصة إن اعرف مفهوم النجاح بالنسبة لك واسعى إنك تحققه، حتى لو الناس أو المجتمع ليهم رأي تاني، لأن النجاح ده شعور زيه زي حاجات كتير بناخده من نفسنا مش منهم. ولأن الحياة يا جماعة أقصر بكتير من إننا نحاول نقضيها بنعمل حاجات مش بنحبها عشان نرضي الناس أو عشان نخليهم يبصولنا بشكل معين. واستمتع برحلتك بحلوها ومرها، واعرف انك الوحيد الشاهد على نجاحك، وانت بتحاول تصحى كل يوم تواجه العالم رغم اي حاجة مش لطيفة ممكن تكون بتمر بيها. اتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالابسود النهاردة، وهتبسط قوي لو بعتولي رأيكم وتناقشنا حوالين الفكرة والكلام اللي انا قلته. بحب اعرف اراء الناس المختلفة. وبس كده، استنوا الابسودز الجديدة ان شاء الله من راندوملي. باي باي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء